تخيل شخص عاش في القرن 19 الميلادي لكن طريقته في التفكير والضحك والسخريه والافيه كانه عايش ما بيننا دلوقتي. شخص حكى عن البخلاء بطريقه تخليك تضحك وتتعلم في نفس الوقت. كتب عن البيان واللغه لحد ما بقى تقريبا مرجع للادب العربي كله. عبقري بس عنده مشكله في شكله. تعال احكي لك عن الجاحظ. الجاحظ اسمه الحقيقي عمرو بن بحر بن محبوب. اتولد في مدينة البصرة سنة 776 هجرية يعني 160 ميلادية. البيت اللي اتولد فيه كان بسيط جدا. ابوه كان بائع سمك في السوق ووالدته كانت ست غلبانة زي حال معظم الناس وقتها. الجاحظ نفسه وهو صغير كان بينزل مع اهله يبيع سمك وعيش عشان يحاول يعينهم على معايش الحياة ويجيب قرشين. بس برغم الظروف دي الجاحظ كان عنده حاجة استثنائية مش زي باقي الاطفال، حبه للعلم. تخيل معايا طفل صغير قاعد في حلقات العلماء في المسجد في البصرة. صحيح ما كانش معاه فلوس يشتري كتاب لكنه كان بيسمع ويحفظ العلوم من حواليه ويناقش العلماء، وحفظه واستماعه خلاه يلم علوم من كل حته، شعر ونحو ودين وفلسفه. اي معلومه يسمعها او يلقطها يدونها على طول في دماغه. ثانيه واحده بس، طالما اسمه عمرو بن بحر ليه سموه الجاحظ؟ اللقب ده جه من شكله. كان عنده حاله في عينيه بتخلي عينيه بارزه لبره، والعرب كانوا بيسموا بروز العينين الجحوظ. فالناس في البصره بداوا يقولوا له يا جاحظ، زي ما احنا دلوقتي بنشوف حد ودانه كبيره نقول له يا ودنه، هو واحد اقرع نقول له يا شعره. مع الوقت عمرو بن يحيى الاسم هيلزق فيه الجاحظ ويتعرف بيه في العالم كله. ومع انه في الاول كان لقب ساخر الا ان عمرو بن يحيى قدر يقلب لقب الجاحظ من حاجه يتحرج منها للقب وبراند لنفسه، علامه مميزه مرتبطه باعظم كتبه وافكاره. الجاحظ وهو لسه شاب كان عقله زي السفنجه، يمشي في البصره يشوف العلماء، يسمع العلم، يسمع النقاشات، ويقعد يدون ويحفظ كل كلمه في دماغه. وما اكتفاش باللي حواليه، كان بيروح المكتبات الكبيره في البصره ويقعد يقرا اي كتاب يقع تحت ايديه. حاجه اشبه بينا دلوقتي لما حد بيقعد على النت ويفتح جوجل او يخش على ويكيبيديا او يسرش على الويب سايت هنا، بس وقتها كان النت بتاعهم الكتاب والورق. الجاحظ كان بيستعير كتب ويفضل طول الليل ينسخ في الكتب دي عشان يحتفظ بالعلم. حبه للغه كان باين من بدري. بيتعلم النحو من مدرسه سيبويه والبصره، ويسمع شعر لشعراء كبار، وياخد من علوم الدين والفلسفه. يعني تقدر تقول ان هو جمع من علوم كتير، واللي ساعده في ده ان عقله ما كانش بيوقف، كان دايما بيسال ويناقش. بعد فتره من جمع العلم والسؤال والمناقشه الجاحظ حس ان هو عنده علم كتير محتاج يخرج للناس. واول ما مسك القلم وبدا يكتب كان اسلوبه مختلف عن غيره، مش جاف ولا معقد. كان بيكتب ببساطه تخلي القارئ يحس ان هو مش بيقرا كتاب، انا قاعد مع الكاتب في قعده دردشه. والشهره بدات تجيله من كتبه ومجالسه. اول كتاب اتعرف ليه كان كتاب الحيوان، اللي مجرد ما هتسمع اسمه هتفتكر انه مجرد موسوعه عن الحيوانات، لكن الحقيقه لا. الجاحظ كتب 7 مجلدات حط فيها كل حاجه، وصف الحيوانات وطباعها ونوادر عنها، اشعار وامثال وفلسفه. يعني مثلا تلاقيه بيشرح لك عادات الصيد عند الاسد وفجاه يجيب لك بيت شعر قديم عن الشجاعه، وبعدها حكايه طريفه اسمعها من واحد هناك في البصره. الكتاب كان اول محاوله عربيه تجمع ما بين العلم والادب. الناس وقتها انبهروا ازاي واحد يحكي عن الحيوانات ويعلمنا عن البشر في نفس الوقت. الجاحظ نفسه هيقول عن كتابه وفي كتابي هذا من كل فن طرف ومن كل باب شرف. يعني كتابي مش مجرد علم، دي رحله في الفنون. هتشوف بعد كده كتابه الثاني البخلاء، وده من امتع الكتب اللي عمل له شهره واسعه وخلي الناس تحبه. في الكتاب ده جمع قصص حقيقيه عن بخلاء هو شافهم او سمع عنهم في خراسان او البصره. وصف بخيل بيقفل الباب على نفسه عشان ما حدش ياكل معاه، او واحد يحسب اللقمه على الضيف بطريقه ساخره جدا تخليك تضحك وتتعلم في نفس الوقت. الجاحظ كان عايز يورينا البخل مش بس كعيب ولا صفه مذمومه، ده كمان ظاهره اجتماعيه بتكشف نفسيه الانسان وطمعه وخوفه. كان بيقول مثلا في كتاب البخلاء: ومن البخلاء من يبخل بدينه فيصلي قاعدا وهو قوي ويصوم عن الطيبات وهو غني. الجمله دي بتوريك انه ما كانش بيكشف البخل في الفلوس بس، لا كمان في المعامله وفي الروح. تشوف بعد كده كتابه البيان والتبين، وده بيعتبروه تاج كتب الجاحظ. موضوعه عن البلاغه والفصاحه وازاي الكلمه ممكن تغير العالم بتاعك. جمع فيه خطب العرب والاشعار والامثال وحتى النوادر اللي توريك قوه الكلمه وتاثيرها. الجاحظ نفسه كان مؤمن ان اللي يمسك الكلمه يمسك قلوب الناس، علشان كده الكتاب ده كان بيتصنف كمرجع للي عايز يتعلم الكلام المؤثر سواء خطيب او شاعر او سياسي. كان بيقول في كتابه ده: المعاني المطروحه في الكتاب يعرفها العربي والاعجمي والبدوي والقروي، وانما الشأن في اقامه الوزن وتخير اللفظ وسهوله المخرج وكثره الماء. الجمله دي بتلخص لنا فكر الجاحظ عامل ازاي في الكتاب. هو بيقول ان الكلام اللي مكتوب في الكتاب يعرفه كل الناس، لكن الفرق في الطريقه اللي هتعبر بيها عن الكلام للناس. الناس وقتها انقسموا، في ناس شافوا ان هو عبقري بيخلي العلم ممتع، وفي ناس قالوا ان هو بيزود حكايات وطرائف ملهاش لازمه. لكن اللي محدش يختلف عليه ان كانت كتبه بتتقرأ وتتنقل بين كل مجلس. بعد ما اتعرف الجاحظ وعلي نجمه ما كانش غريب انه يشد الرحال لبغداد العاصمه وقتها. في بغداد لقى نفسه وسط اكبر حركه ترجمه وعلم في العصر العباسي.
العباسي، كتب بتترجم من الفارسيه واليونانيه، ومناظرات كبيره بين العلماء، وفلوس للعلماء بشرط انك تثبت نفسك. الجاحظ هناك دخل مجالس كبار المفكرين، وبدا صيته يوصل لاذان الخلفاء. الخليفه المأمون وقتها كان من اكتر الناس المعجبين بيه، حتى انه دخله بيت الحكمه اكبر مركز علمي وقتها. المأمون شاف الجاحظ عقليه نقديه ولسان قوي واسلوب يخلي الفكره الصعبه تبقى سهله ويفهمها كل الناس. بعد المأمون كمان كان الخلفاء اللي جم بعديه لهم علاقه بالجاحظ زي المعتصم والواثق، بل ان الخليفه المتوكل حاول يقربوا منه جدا وطلب منه يكتب كتاب عن رؤيته الفكريه والسياسيه. ما بلاش. لكن الجاحظ كان غير اي كاتب، كان عنده استقلاليه شديده، يعني مش بيكتب بس عشان يرضي الخليفه، انا بكتب علم. وده خلاه احيانا يدخل في مواقف خطيره او محرجه مع بعضهم، لانه ما بيعرفش يجامل على حساب قناعاته. وجوده ببغداد كان سبب ان اسمه يتكتب في التاريخ كواحد من اكبر المفكرين اللي كانوا موجودين في العصر العباسي. هناك جمع بين العلم والادب والفكر السياسي، وهناك كمان بدا يسيب الاثر الكبير اللي خلى كتبه تعيش لحد دلوقتي. الجاحظ كمان كان معروف بلسانه الصليط وجرأته، ما بعرفش يزوق الكلام ويقول اي حاجه على قلبه حتى لو قدام الخليفه نفسه، وده خلاه يدخل في مواقف كتير غريبه. زي ما قلنا ان المتوكل حاول يقرب الجاحظ منه وطلب منه يكتب كتاب عن فضائل الاتراك، لانه وقتها جيشه كان مليان منهم. الجاحظ كتب الكتاب فعلا، لكن اسلوبه الساخر خلى الناس تقول هو بيمدحهم ولا بيهزر. الجاحظ ما كانش بيعرف يكتب كتاب من غير ما يحط لمسته الفنيه والضحك المبطن. كان بيقول في الكتاب: وللترك من الجراءة والاقدام ما ليس لغيرهم. عيال جدعان ما بيخافوش، يقتحمون المهالك ولا يعرفون الفرار، بيخشوا في قلب العركه وما بيجلوش، غير ان فيهم من الطيشه والعجله ما يوقعهم فيما لا يحمدوا. عندهم بس شويه عبط كده ممكن يوقعهم في مشاكل كبيره. الاقتباس ده بيورينا ازاي الجاحظ كان بيجمع بين المدح والنقد والسخريه في نفس الوقت، يخلي القارئ مش عارف طب افرح ولا انت بتقفي عليا. عندك موقف تاني مع المتوكل، قرر انه يدي للجاحظ مهمه كبيره جدا، انه يربي ويعلم اولاده. الجاحظ كان جريء جدا وقال للخليفه: انا مش هقدر وعندي سبب. قال له انه بيخاف يعلم اولاده من الادب او العلم حاجه ما تعجبوش فيدفع الثمن غالي. كان بيقول: لو علمتهم ما ينفعهم خفت ان يسخط ذلك الخليفه، ولو علمتهم ما يوافقه اللي يعجبك انت خفت ان يسخط الله عليه. الكلمه دي وضحت ازاي الجاحظ كان صاحب مبدأ، يرفض المناصب الكبيره لو هتخليه يتنازل عن ضميره. الجاحظ ما كانش بيخاف من وزير ولا امير، كان عنده لسان حاد وذكي، يحضر مجالس الكبار منهم وكل واحد فاكر ان هو يمدحه، وفجاه يديهم نقد يخليهم يضحكوا غصب عنهم. من المواقف دي ان وزير حاول يستظرف معاه، فقال له: يا جاحظ انت لسانك حلو ودماغك حلوه بس شكلك مش قد كده. رد عليه الجاحظ بسرعه قال له: اما انت فحسن صورتك ستر قبيح باطنك، شكلك الحلو ده مخبي بلاوي جوه، واما انا فقبيح ظاهري ستر جميل باطني. الكلمه دي قلبت المجلس كله ضحك، وبينت ان الجاحظ ما كانش بيتكسف من شكله، بالعكس كان بيحول له سلاح. الجاحظ عاش عمر طويل بالنسبه لزمنه لحد ما وصل لل90، لكن اخر سنين حياته ما كانتش سهله. بيقال انه اصيب بمرض الشلل النصفي، وكان بيخلي حركته تقيله ولسانه تقيل، لكن رغم كده ما بطلش كتابه او تفكير. كان بيقول: الكتب معشوقتي التي لا تملني، ولو خانني الجسد فالعقل صاح لا ينام. وفي ايامه الاخيره كان بيقعد وسط مئات من الكتب والعلوم اللي هو جمعها ويقعد يقرا فيها. بيقال ان جزء من مكتبته او رف عليه كتب وقع عليه وده اللي موته. علشان كده في ناس بتقول ان الجاحظ مات تحت ركام علمه، وده كان في سنه 868 ميلاديا 255 هجريا. من طفل صغير موجود في البصره بيبيع سمك وخبز عشان يعين اهله، لشاب موجود وبيعشق حلقات العلم يقعد يسمع ويتعلم ويناقش، لأديب عملاق قلب لقب الساخر الجاحظ لوسام ليه، وصانع كتب خالده زي الحيوان والبخلاء، وواجه الوزراء والخلفاء وخلى العلم والضحك يمشوا في سطر واحد. الجاحظ ما كانش مجرد اديب بس، ده واحد علمنا ان الفقر مش هو نهايه الطريق، وان العقل واللسان ممكن يرفعوا انسان من سوق السمك لعصر الخليفه.